السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات الكرام في هذه النشرة التحليلية التي تخص الحالة الجوية بالجزائر. إليكم التوقعات بحول الله بآخر التحديثات النماذج العالمية. يرتقب بإذن الله خلال يوم السبت 17 من ديسمبر أن تعرف البلاد بعد التساقطات المطرية تكون أحيانا ضعيفة ومتفرقة، خصوصا في عشعشة، في الشلف، جليزان، وكذلك الجزائر العاصمة ستعرف بعض التساقطات تكون أحيانا رعدية ومعتدلة، كذلك تساقطات في عين سارة، سيدي عيسى، وكذلك البليدة وتيزي وزو. أما بباقي أرجاء البلاد الحالة الجوية مستقرة بإذن الله، مع ضباب وغيوم مسيطر على وسط البلاد. كذلك درجة الحرارة ستعرف بحول الله ما بين 19 درجة بأدرير بشار، 16 درجة وهران، 15 درجة كذلك الجزائر العاصمة 12 درجة، وكذلك 9 درجات بباطنة وبريكا. وتساقطات مطرية حاضرة يوم الأحد في الجهة الشرقية للبلاد. أما بباقي أرجاء البلاد الحالة الجوية مستقرة بإذن الله، ومن المرتقب خلال الأيام القادمة أن تبقى الأجواء مستقرة مع ضباب وكذلك رياح قوية تهب من القطاع الشمال الشرقي نحو القطاع الغربي للبلاد، وتارة من القطاع الشرقي نحو القطاع الغربي للبلاد. وخلال الأيام القادمة بحول الله سنوافيكم بكل جديد في نشراتنا القادمة بما تخص الحالة الجوية خلال يوم الأحد الموافق لل25 بعده. قد تكون هناك اضطرابات وما زالت المدة بعيدة، وسنتحدث عن هذه الاضطرابات، هل تبقى ثابتة أم تتغير. وإلى هنا نصل إلى نهاية النشرة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا دعم المقطع باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.